السلام عليكم، عاملين ايه؟ طبعا طالعه في الوقت ده لان فعلا الناس بدأت تهتم بموضوع عملية التكميم وكلام من ده. بعد ما طلعت اللايف بتاع الصبح النهارده لقيت كمية رسائل كتير جايالي ازاي خدتي قرار العملية. مبدئيا كده انا كنت بحاول اصلا في موضوع التخسيس ده بقالي كتير، وطبعا ما خدتش قرار العملية ده غير لما عملت العملية بتاعة ظهري ولقيت نفسي ما بتحسنش. يعني قعدت فترة طويلة اخد علاج طبيعي، والمفروض انا اخد من شهر ونص لشهرين. انا عملت 3 شهور علاج طبيعي. طبعا ما لقيتش اي نتيجة، وبمشي برضو ظهري بيوجعني وباجي ادخل الحمام بنهج. الفرق من الأوضة للحمام مش كتير خالص، بس لقيت نفسي بنهج وكده. فالمهم خدت القرار اللي انا كلمت السيستم او المساعد بتاع الدكتور اللي انا اخترته يعني. غالبا هو دكتور حسام بركات. مش قادرة أقول لكم طبعا، ربنا يبارك فيه يا رب. آه، كلمتهم على أساس إن أنا أعمل كبسولة معدة مش تكميم معدة. في كبسولة معدة طبعا دي من غير عمليات. الكبسولة بتتحط في البق، بتشربوها بمية، بتخش المعدة، تنفش وتكبر، بتبقى زيها زي التكميم بالظبط. بس هم قالوا لي الكبسولة دي ما بتنزلش أكتر من 10 15 كيلو. طبعا انا كنت وصلت ل100 او 101، يعني كنت بادئه اوصل ل100 كيلو واحد. تمام، فطبعا يعني هوصل ايه ل85. ما انا لو كنت كلت تاني كنت هتخنهم. فانا قلت لا، بس برضه اعرض الكلام على الدكتور. طبعا كلمت بقى العياده يوم السبت، لقيت الدكتور موجود عنده كشف يوم الاثنين او الاربع. طبعا خدت ميعاد، لقيته العيادة بتبقى فاضية يعني شوية يوم الأربع. رحت طبعا خدت كشف عند الدكتور. دخلت له قلت له على حالتي الصحية كلها، وطبعا على العملية كمان بتاعة ظهري، وطبعا وزن وعضلات ودهون وميزان وكله. فهو حكيت له على ظروفي. عفوا. الدكتور طبعا هو اللي بيبقى عارف اكتر واحد حالتك شكلها ايه. هو اللي بيقول لك الحاجة المناسبة ليك. فانا هو قال لي في عملية تكميم وفي عملية ساسي وفي تحويل مسار. طبعا وزني ما كانش يعني كبير قوي لدرجة ان اعمل ساسي او تحويل مسار. انا كنت 100، يعني العمليات دي بتتعمل فوق ال120 او 130 كيلو. فطبعا قال لي لا، هو المناسب لك عملية التكميم. اجي امتى يا دكتور؟ طلب مني شوية تحاليل وطلب مني سونار ويعني وشوية ابحاث وتحاليل كده عملتهم. طب اجي لحضرتك امتى؟ قال لي خلصي الحاجات دي و... وبعتهم لي وانا حدد لك. فانا بصراحة خلصت التحاليل والسونار. لقى في السونار حصوة معدة، حصوة مرارة. تمام، لقى عندي حصوة في المرارة. هو قال لي التكميم ده ما ينفعش لحد عنده حصوة في المرارة ولا ارتجاع. طبعا الحمد لله رب العالمين انا ما عنديش ارتجاع، بس كان عندي حصوة في المرارة. قال لي بالمرة هشيلك المرارة. هو دكتور كويس جدا، وبصراحة مش اهم حاجة عنده المادة، يعني اهم حاجة صحة الحالة اللي رايحة له. وطبعا انا كانت حالة خاصة لان انا اصلا زي ما انتوا عارفين انا كنت عاملة كمان عملية في ظهري. يعني ما كنتش رايحة أعمل التكميم ده عشان أخس وخلاص، لأن دي حاجة كانت علاجية عشان أقدر أمشي وأتعايش وأروح شغلي. وبما إن أنا طبعا موظفة كان لازم أعمل العملية، عشان طبعا قعدت فترة كبيرة في أجازة المرضي عشان العملية بتاعة ظهري. فكان لازم أرجع الشغل بقى طبعا عشان أقدر أروح وأجي وأشوف شغل. وبالفعل حدد لي الأربع اللي بعده على طول. هو قال لي عايزة تعملي امتى؟ قلت له انا عايزة اعمل يوم الاربع. وبالفعل رحت عملتها. طبعا دكتور محترم جدا. ودخلت العمليات ما غبتش حوالي نص ساعة جوه. خدت التخدير وعملت العملية وطلعت الحمد لله تمام، مفيش أي مضاعفات حصلت لي. وبعدين بقى طلعت شوية كده، فضلت قاعدة في الرعاية أو المتابعة. خدت شوية أكسجين عشان كنت من كتر الضغط بقى كان نفسي راح شوية. وبعد كده بدأت أشرب بقى سوائل وينسون بس. طبعا ال3 أيام الأولانيين
كان عصير دايت وكان ينسون او حلو. تمام. التلات ايام دول. بعد التلات ايام بدأت في الاسبوع التاني بقى. اداني طبعا زبادي من غير سكر وجيلي، وطبعا مشيت على النظام اللي هو بيقول لي عليه. قال لي بس اهم حاجة مفيش ولا رز ولا مكرونة ولا عيش لمدة 3 شهور، طبعا عشان النتيجة تظهر عليكي على طول ويبان، ومحافظة بقى على العملية وكده، عشان ما يحصلش أي ترجيع أو تسريب أو أي حاجة. والحمد لله أنا عملتها، والدكتور كان كويس جدا ومحترم معايا، وماشية على التعليمات اللي هو بيقولها طبعا، عشان أشوف نتيجة. والحمد لله من أول أسبوع رحت وزنت، لقيت في نزول في الوزن وفي كل حاجة وفي الدهون وكله الحمد لله. وهو طمني، قال لي الأسبوع الأولاني نزلت مثلا الوزن بتاع حوالي 6 كيلو، بعد كده كل أسبوع بيبقى إيه أقل، لحد بقى ما أوصل طبعا للوزن اللي أنا عايزاه. طبعا بقى اللي عاوز يقبل على عملية ويعملها يعملوها، هي ما فيهاش أي مشكلة. زمان كانوا الأول يقعدوا يقولوا ده هي لها مضاعفات وعملية صعبة وكده، طبعا الطب اتقدم وكل حاجة بقت في تقدم الحمد لله. اللي عاوز يعملها يعملها وما يخافش. أنا كانوا عيالي بيقولوا لي بلاش، عشان كانوا خايفين عليا، وابن بنتي كمان كان بيقول لي بلاش عملية وكلام من ده. فالحمد لله بعد ما عملت العملية وقمت بالسلامة، فرحوا كلهم اللي أنا بنزل في الوزن شوية، والحمد لله فرق معايا في النهجان، راح تدريجي كده. وكمان في المشي الحمد لله بقيت بعرف اتحرك شوية، ولسه كمان لما انزل تاني ان شاء الله هكون افضل واحسن. طبعا ده رد على كل الناس اللي بعتوا لي الرسائل بعد اللايف الصبح اللي عرفوا ان انا عملت التجميل. طبعا شكرا لمتابعتكم، شكرا على اهتمامكم، وبحبكم، تصبحوا على خير.